اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهارده ان شاء الله. يلا بينا بقى كده، ايه من زمان ما عملناش جلاش، قلنا بقى نعمل جلاش النهارده. يلا بينا بقى من مطبخ مجيدة نشوف الطريقه ونشوف الجمال والحلاوه ونشوف مجيدة عملت الجلاش ده ازاي. يلا نصلي على رسول الله كده، مش هنتكلم كتير، نخش على المقادير. معايا نص جلاش هنا، معايا فول سوداني، معايا سمنه بلدي حطيت عليها نصها زيت ونصها سمنه. هنا بعد ما عملنا بقى المقادير، جبنا الكسرونة، حطينا كوبايتين سكر، حطينا كوبايتين مية، نحط ليمونة كده ونقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. ويلا بينا نحط الكلام ده كله على النار. تمام، يلا بينا بقى نجيب الجلاش كده. هنا طبعا بعد ما عملنا قلبنا السمنة على الزيت، حطينا معلقة بيكنج باودر عشان يخلي الجلاش كده هش كده وجميل. تمام تمام، يلا بقى بينا كده نشوف هنعمل ايه. صلوا على رسول الله كده، متنسوناش بلايكاتكم الجميلة وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا يا رب كده. واجبروا بخاطرنا باللايكات، اللايكات بتاعتي قلت والمشاهدات قلت، بالله عليكم كده تجبروا بخاطر تكبروا بخاطر مجيدة حبيبتكم. ربنا يخليكم ليا، متحرم منكم ابدا يا رب. حطينا اول ورقة، تاني ورقة بقى بندهنها، تالت ورقة برضو هندهنها كويس كده جدا. وهنجيب بقى السوداني كده نرشه على الورقة، ونلف بقى اللفة الجميلة دي كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. هنجيب بقى نقطع كده ونحط المقاسات، خلي المقاسات كلها مقاس بعض كده. هاتي واحدة وحطي وراها التانية عشان يبقوا كلهم مقاسات بعض. تمام تمام، يلا بقى نجيب الصينية ونرص بقى في الصينية الجمال والحلاوة دي. طريقة جميلة وسهلة وخفيفة وجميلة جدا، جربوها. تحفة والله العظيم، جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. متنسوش تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، ربنا يرحم أمواتنا المسلمين أجمعين يا رب. هنا بقى عملنا واحدة تانية لفيناها، هنقطع برضو، نحط المقاسات كده جنب بعضيها عشان يبقى كله مقاس واحد. عفوا، ما تبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. يلا الرص بقى، نكمل ايه الرص كده. وبعد ما نعمل بقى الرص كده ونكمله، بصوا الجمال طبعا والحلاوة. هنا نص كيلو طبعا الجلاش ما الكيلو كفاش، رحت جلاش هنا اضطريت ان انا ما انيمه ما كده عشان كفاش ما ان انا كفاش في ايه الصينيه. اوقفه في الصينية. رحت بقى ايه عاملاه كده زي ما شفتوه، دخلته الفرن. وطبعا هنا حطيت على العسل فانيليا، ورجعت بقى ايه الجلاش استوى. هجيبه بقى ارصه هنا كده، واروح طبعا ايه رش عليه بقى ايه العسل ده اللي هو السيرب اللي انا عاملاه. بسم الله ما شاء الله. او عاملاه تخين مش خفيف، طبعا انتوا عارفين لازم بتاع الجلاش يبقى ايه تخين كده وسميك، عشان ما يطريش الجلاشات، تفضل الجلاشة ناشفة. طب بعد بقى ما حطينا العسل، صفيناه من العسل، والله اكبر على الجمال والحلاوة. متنسوناش بقى بلايكاتكم الجميلة. يا رب النهاردة كده أكون ضيفة خفيفة عليكم، وأكون عملت الجلاش بطريقة تعجبكم. وأقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم أجيب